السياحة في مصر. قصة أبو الهول وأبرز المعالم الأثرية على أرض المحروسة. تتميز المعالم الأثرية في مصر بوجود الحضارة الفرعونية، حيث تعد مصر الأشهر عالميا لما بها من معالم شكلت ألغازا منذ ملايين السنين. مصر دولة عربية تقع في الركن الشمالي الشرقي من إفريقيا، وتعتبر أرشيفا تاريخيا عالميا للحضارات، حيث قامت على أرضها أقدم الحضارات العالمية، وهي الحضارة الفرعونية، واستمرت لأكثر من 3500 عام. كما تضم مصر حضارات أخرى مثل الحضارة البيزنطية والإغريقية والرومانية، فهي مجمع كبير من الآثار التاريخية العظيمة التي جعلت السياحة في مصر واحدة من أهم الأماكن السياحية في العالم. تضم مصر معالم أثرية عديدة، منها معبد الكرنك، أهرامات الجيزة، والمتحف القومي للحضارة المصرية. أبرز المعالم الأثرية في مصر. تتميز مصر عن غيرها في العالم العربي بوجود معالم أثرية كثيرة، تشمل الحضارة المصرية والفنون المعمارية الفريدة، ومن أهم المعالم الأثرية في مصر ما يلي: 1. أهرامات الجيزة. منطقة الجيزة تضم 3 أهرامات: هرم خوفو، هرم خفرع، هرم منكورع، وتمثيل شهير يدعى أبو الهول. يعتبر هرم خوفو من أهم الإنجازات التي وصلت إليها تجارب بناء الأهرام في هذا العصر، فهو يمتلك هندسة معمارية رائعة ودقة في التخطيط، وهو يعد من عجائب الدنيا السبع. عند بنائه تم استخدام حوالي 23 مليون كتلة حجرية، يبلغ وزن الكتلة الواحدة حوالي 2.5 طن. لم يعرف حتى الآن ما هي العتلات التي تم استخدامها لرفع الكتل الضخمة أثناء البناء. ويبلغ الارتفاع الحالي للهرم 1.37 متر، ولكن كان ارتفاعه الأصلي حوالي 146 مترا. أما قاعدته تبلغ طول كل ضلع منها 227 مترا، وهي قاعدة مربعة. أما عن الهرم الثاني خفرع فيمتلك عناصر المجموعة الهرمية الكاملة، ويتميز هرم خفرع أنه محتفظ بجزء من الكساء الخارجي الذي كان يتم كسوة الهرم به. أما عن هرم منكاورع أصغر هرم في المجموعة، تم بناؤه فوق منحدر من منحدرات الهضبة، وهو يشكل منظرا رائعا بجانب الأهرامات الأخرى. في أهرامات الجيزة يوجد تمثال أبو الهول الذي لم نرى مثله من قبل، فهو يظهر بشكل لم يتكرر فيما بعد. 2. المتحف القومي للحضارة المصرية. يعد المتحف القومي للحضارة المصرية أول متحف من نوعه في مصر والعالم العربي. يقدم المتحف نظرة كاملة عن الحضارة المصرية من أول ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا. يعتبر المتحف القومي للحضارة المصرية مركزا تعليميا وبحثيا مهما للباحثين والزائرين المصريين والأجانب. يعرض المتحف مجموعة كبيرة من القطع الأثرية المميزة التي تساعد الزائر على فهم الحضارة المصرية على مر عصورها المختلفة. تم افتتاح قاعة المومياوات بداخل المتحف في 18 أبريل نبسا عام 2021، ونقل إلى المتحف 22 مومياء في مراسم شهدتها مصر والعالم فريدة من نوعها. 3. معبد حتشبسوت. يقع معبد حتشبسوت في الدير البحري في مدينة الأقصر. أطلق عليه المصريون القدماء جسر آمون، أي قدس أقداس آمون. يتميز المعبد بالهندسة المعمارية الرائعة التي جعلته أحد أهم المعالم الأثرية في مصر. تم بناء المعبد على يد المهندس سننموت على طراز مميز يتكون من 3 شرفات ونقوش تحكي تفاصيل رحلة الملكة حتشبسوت لتخليد ذكراها. 4. معبد الأقصر. معبد الأقصر أحد معالم مصر الأثرية القديمة. يقع المعبد في مدينة الأقصر، ويطلق عليه المصريون القدماء اسم إبترسيت، أي الحرم الجنوبي. تم بناء المعبد في عصر ولاية أمنحتب الثالث. يضم المعبد مجموعة من الصور لآمون الذي انتسب إليه أمنحتب الثالث حتى يثبت أحقيته في العرش.
كما يضم المعبد مقاصير ترجع لعصر حتشبسوت وتحتمس الثالث والإسكندر الأكبر. يرتبط معبد الأقصر بمعبد الكرنك من خلال طريق الكباش الذي يحفه من الجانبين تماثيل على هيئة أبو الهول. 6. طريق الكباش. من أهم المعالم الأثرية في مصر الآن، تم تجديد طريق الكباش وافتتاحه يوم 25 نوفمبر 2021 وسط احتفالات ومراسم رائعة شهدها العالم بأكمله تصف عظمة مصر ومجدها. يبلغ طول طريق الكباش الجديد في الأقصر نحو 2700 متر، يربط الطريق بين معبد الأقصر جنوبا بمعبد الكرنك شمالا. الطريق مصمم ببلاطات من الحجر الرملي، وعلى جانبي مجموعة كبيرة من التماثيل التي تشبه تمثال أبو الهول. كان طريق يمر من خلاله مواكب كبرى عند ملوك الفراعنة، مواكب الأعياد القومية لديهم. 5. معبد الكرنك. معبد الكرنك هو أكبر المعابد المصرية القديمة وأهمها. كان يطلق عليه المصريون القدماء اسم إبتسوت بمعنى البقعة المختارة لعروس آمون. يضم المعابد مجموعة من العناصر المعمارية التي قام بتشييدها ملوك مصر القديمة بداية من الدول الوسطى حتى عصر البطلمي. يحيط المعبد سور ضخم من الطوب اللبن، ويحيط المعبد من الشرق والجنوب والغرب البحيرة المقدسة. يؤرخ معبد أبو سمبل بعص الملك رمسيس الثاني. يضم معبد أبو سمبل معبدين هما معبد أبو سمبل الكبير الذي كان مخصص لعبادة راحور أختي، ومعبد أبو سمبل الصغير الذي يقع على بعد 100 متر من المعبد الكبير وكان مخصص للملكة نفرتاري الزوجة الرئيسية للملك. يتميز معبد أبو سمبل بالفنون المعمارية الفريدة، حيث تم بناء واجهته في الصخر وزينت واجهته ب4 تماثيل ضخمة للملك رمسيس الثاني يصل طول الواحد منهم حوالي 20 مترا. ترجع أهمية المعبد إلى ارتباطه بمظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الفرعون رمسيس الثاني مرتين في السنة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.